مشاهدينا احنا يسعدنا ان احنا يكون معانا النهارده النجم والفنان الكبير محمد رمضان، ويسعدني ان يكون محمد رمضان صديقي واخويا واكتر نجم انا بحبه بصراحه في كل النجوم. ازيك يا محمد؟ الحمد لله عامل ايه؟ الحمد لله، ومبسوط بلقائي معاكي ومبسوط بوجودي في المهرجان والمجهود العظيم اللي انتوا عاملينه ده والله. مبروك على التكريم النهارده عن عنتر في اي بي. الله يخليك الله يخليك، انا سعيد جدا وكان لازم اكون موجود في رمضان حتى لو بمسلسل اذاعي يعني، بس عشان جمهور عظيم وجمهور كبير، وانا كان غصب عني في غيابي عن رمضان اللي فات. وبعدين احنا عملنا لقاء السنه اللي فاتت عن مسلسل ابن حلال اللي ما تكررش في رمضان، ده مسلسل نجح زيه صح؟ الحمد لله سعيد جدا، واتمنى ان شاء الله ان رمضان 2016 اكون موجود معاكم وانا عامل مسلسل يكون عجب الجمهور الكبير، واكون عند حسن ظنكم الاول ثم عند حسن ظن الجمهور العظيم. ان شاء الله برضو عندنا مسلسل بنحضر له الايام دي، الاسطوره محمد رمضان. محمد انا عايزاك بقى تكلمني عن المسلسل وتحضيراته. ومحمد انا عارفه ان انت اختياراتك صعبه قوي علشان انت ما شاء الله عليك بتذاكر حلو قوي وفنان ناجح قوي وعارف ازاي تختار. ليه الاسطوره؟ والله الأسطورة يعني أنا اخترت الأسطورة يعني ما بين مسلسلات كتير جدا، بقالي سنة من 2014 بدور على مسلسل هو أكتر حاجة بتلمس معظم الشرايح والطبقات، لأن الدراما حساباتها مختلفة تماما عن السينما ممكن أعمل فيلم موجه لشريحة معينة. الدراما لازم أكون بوجه يعني لازم اكون عامل حساب كل الشرايح بكل الطبقات بكل الاعمار بكل الجنسيات، ان هو بيتعرض في الوطن العربي كله. فاعتقد ان الاسطوره يعني هيجمع الاسره كلها، الاطفال هيشوفوا نفسهم، الامهات الابهات الشباب، كل الناس هتشوف مشاكلها وهيشوفوا هيلمسهم المسلسل بشكل كبير. الاطفال بالذات، الاطفال اللي بيقلدوا محمد رمضان، اللي طلع كده الفتره اللي فاتت هجوم كبير قوي على محمد رمضان، ومحمد رمضان بيعمل. وانا يعني ان كنت اقول وجهه نظري المتواضعه انه محمد رمضان بيمثل. لما مثلت عبده موته او اي حاجه تاني كانت دي شخصيات حقيقيه هي موجوده في المجتمع، محمد رمضان ما اخترعهاش. فانت بترد على الناس اللي بيقعدوا يهاجموك لمجرد انه محمد رمضان بقى نجم وناجح والناس بتهاجمه، بتقول لهم ايه يا محمد؟ هقول لهم يعني هرد بالفعل، الرجال افعال وليست اقوال، واقول لهم يعني ما نقعدش نتكلم عن 2012 عبده موته ده في 2012، نتكلم عن الحاضر والمستقبل فقط. الماضي بلاش نتكلم فيه تماما وبلاش نفكر فيه، خلينا طول الوقت ده مش معناه ان انا بتنصل من عبده موته وقلب الاسد. لولا عبده موته ولولا الالماني ما كنتش انا هبقى موجود. يعني دي افلام كانت مهمه في وقتها، ولكن يعني كل فتره ليها حساباتها. هي افلام كانت مهمه في المرحله بتاعتها، بعد كده الحاجات اللي بعملها دلوقتي هي مهمه، هي دي بتاعت المرحله الحاليه يعني. انا هخرج من السؤال ده بقى باني هتكلم عن اعلى ايرادات 2015 شد اجزاء. الفيلم اللي انا شخصيا دخلته كنت معجبه بيه جدا وكل اصحابي لما دخلوا، حتى انا كلمتك وقلت لك ان كل ما حد بيدخل يقول لي محمد رمضان مش هو محمد رمضان اللي احنا عارفينه، الضابط عمر حاجه واي فيلم تاني شفنا ليه حاجه تانية. ومحمد رمضان اعترف انه دي اكتر بدايه هو اختارها بنفسه وحبها. الف مبروك على شد اجزاء، واحكي لي بقى عن شعورك بالنجاح بعد ما نزلت افلام بعد فيلم شد اجزاء، وبرده فيلم شد اجزاء كان اعلى ايرادات. سعيد جدا طبعا بنجاح الفيلم، خاصة ان هو فيلم ما فيهوش العناصر اللي بعض الصحفيين والاعلاميين كانوا بيقولوا ان محمد رمضان ما يعرفش ينجح غير بهذه العناصر. تنازلت تماما عن هذه العناصر ونجحت نجاح اكبر، فكان الفيلم بمثابة شهادة اثبات بممثل اسمه محمد رمضان. فانا سعيد جدا بشد اجزاء فيلم انا بعتبره محطة مهمة في حياتي. محمد رمضان ليه كل الناس بتحبك وليه كل الناس بتحترمك بجد؟ يعني ده بفضل ربنا وفضل ورضا الوالدين اعتقد، وعشان انا بحب الناس اكتر.
انا اعرف ناس بيقعدوا يكتبوا على الفيسبوك ويل سميث ومحمد رمضان ويل سميث رقم 2 في مصر، لانك واخد نفس الحب ونفس الشهرة اللي هو واخدها في بلده. شعورك ايه وانت الناس كلها بتقارنك بممثل اجنبي برضو مشهور والناس كلها بتحبه وليه حب الناس؟ لا، نجاح كبير طبعا، خاصة ان السينما الامريكية هي السينما رقم واحد في العالم. فمقارنتنا بيهم مقارنة لصالحنا احنا، ممكن تضرهم هم بس احنا نتبسط بيها جدا. و... وان شاء الله انا متفائل الفترة الجاية، ان احنا ننغمس في المحلية زي ما قال نجيب محفوظ، العالمية هي الانغماس في المحلية. زي افلام كتير محلية يعني مثلا فيلم اسمه سيتي اوف جاد، ده فيلم برازيلي بيتكلم عن مشاكل بتخص المشاكل، يعني من الشرايح اللي زي العشوائيات عندنا في البرازيل. ده فيلم وصل للعالمية وخد كان واتعرض في السينمات الأمريكية وعمل إيرادات كبيرة جدا. طيب بالنسبة بقى لنجاح فيلم شد أجزاء اللي كتبت عنه بعض الجرايد الأمريكية، واتعرف اسم إن إحنا عندنا ممثل مصري اسمه محمد رمضان في أمريكا وفي جرايد أجنبية كتير مش مصرية، والنجاح اللي حققه في الدول العربية، تقول إيه عن ده؟ والله سعيد جدا والحمد لله انا اتبسطت ان الحاجه الكويسه بتنجح وبتفرض نفسها، مش زي ما الناس كانت بتقول ان النجاح ده خلطه او تحبيشه لا، النجاح هو اخلاص في العمل. الاخلاص انا بشوفه هو سر النجاح في كل حاجه في الدنيا. طب مش هتحرق لنا حتة كده وتقول لنا الأسطورة في إيه في رمضان؟ مش هعرف احرق، ولكن هو ممكن اقول مقوله دي، يعني دي جزء من المسلسل. احنا بنقول ويل لمجتمع انحرف فيه المثقفون. يعني بنقول ان لو كانت الناس قبل كده فاكره ان الانحراف هو يعني بيكمن في فئه البلطجيه مثلا، لا، الانحراف الفكري ده اصعب واشد قسوه واشد خطرا على المجتمع. لو حد مثقف انحرف فكريا ده ممكن يسقط نظام كامل. طيب محمد، طبعا مبروك على تكريمك النهارده، مبروك على تكريمك كل سنه معانا. وعايزك بس تقولي مهرجان القنوات الفضائيه بيمثل لك ايه، واحنا ما بنقدرش نستغنى عنك ابدا في ولا مهرجان. يعني بيمثل لي، انا رديت بالفعل برضو ان لما انت قلت لي على التسجيل خدتيني من قنوات كبيره جدا وحاجات، فانا قلت الناس دي هي اللي بعتين لي، ما ينفعش يبقوا رقم اتنين حتى في انا خدت محمد رمضان من وسط قنوات كتيره جدا، قلت له عشان دي كاميرا المهرجان، فمحمد جالي بصراحه. على طول. فلا انا سعيد جدا وبشكر احمد عليوه على المجهود الكبير اللي هو عامله. دي حاجات يعني بتفرق في نفسيه الفنان، يعني في فكره ان ناس اجتهدت وعملت شغل وبتاع، ده تقدير معنوي انا بشوفه حاجه مهمه وحاجه شيك منكم قوي بصراحه. يعني دي الكلمة الخاصة اللي انت بتوجهها لرئيس المهرجان احمد علي، ولا هو دعاك انت مخصوص عن دون كل الناس ان انت لا محمد رمضان لازم يبقى يكون موجود معايا، ده عمل مسلسل اذاعي في رمضان؟ بالظبط، وسعيد جدا وبشكرك على المجهود الكبير اللي انت عاملاه وكل الناس القائمين على المهرجان. ميرسي يا محمد، وربنا يوفقك ومبروك يا محمد. خليك، شكرا.